وضربته على ايديه، يعني ما بيعتبر كف كف بس ضربته على ايديه. هل هي حركة حلوة؟ لا. هل هي حركة حلوة؟ لا. هل قلب الحق على ندى؟ نعم. خلينا نكون صريحين، نعم. كيف قلب الحق على ندى؟ لو هو ما عم يسمع، لو هو ما عم يسمع، بس لحظة، هدي بس هدي بلوك. ما عم يسمع وهي ضلت عم تتكلم، حملت حالها وفلت. كان نحن عم نتكلم كمحلل، انا شو بدكم بغيري؟ المغير طبلين حيضلوا يقولوا لكم حق على ندى. لو هو ما عم يسمع وفلت وتركته وبينت للجمهور انه هو يلي قال الاحترام، كان الحق عليه 100%. كان الحق عليه 100%. ولكن لما انضرب ادهم الكفوف هو اللي اكلهم على وجهه اللي فهو حاط ايديه ضربته على وجهه، يعني لما انضرب على وجهه الحق قلب عليها. واكثر من هيك هو ما شفته غلط كتير، يعني لما انضرب تفاجأ شو عم يصير. ايه على ايده بس انه على وجهه. شو اللي حصل؟ اللي حصل انه صار يطلع كلام من ندى منه حلو. انت ولو رجال شعرك مش طويل روح قص شعرك، حنتكلم بهالامور. لا، كلام جدا قاسي. بعدنا عم نتكلم عن لؤي والحق انه كان معه، قلب الحق عليه. نفس الشيء صار مع ندى، الحق كان معها قلب عليها 100%. انا ما شفت ادهم الا عمل، يا حبيبي ما عادش حدا يبعث لي حرق ديبكم. ادهم عمل بدايته هيك، قلل من احترامها، ما حدا قال لا. نعم قلل من احترامها، هذا الشيء معروف. ولكن هي زلته، مش قللت من احترامه بس، الضرب يلي ضربته اياه والكلام يلي طلع منه منه حلو. هلا الغلط عمين صار؟ الحق على ندى. ليش الحق على ندى؟ انت لما عم تصرخ من فوق شو قالت له ندى؟ انا بفرجيك برا كيف حقص لك شعرك. كلام عيب ينقال قدام لاي شخص، وخاصة ادهم وندى. نحن هون مش جايين كب حرام بين ادهم وندى.